السلام عليكم يا ابطال، على احلى جيش على يوتيوب كله، حرفيا ادشم الجيش واجمد جيش على يوتيوب كله، جيش النني. وانا بعترف في كل فيديو بقول ان احنا رقم واحد، والحمد لله احنا رقم واحد، وانا بعترف بدي. واللي احنا دلوقتي اهو عندنا ربع مليون، والله اعلم اخر السنه دي هنبقى مليون، وانا واثق من دي، وان شاء الله هنقدر نعملها، وان شاء الله هنوصل مليون وانا قد الجمله اللي انا بقولها دي. فشكرا بجد يا دشم الجيش. انا عايز بس اقول جمله واحده، دقيقه واحده كده بس، عايز كل الناس تسمع لي فيها. بشكر كل واحد بيعمل كومنت عندي في القناه، شكرا بجد. بشكر كل واحد مشترك عندي في القناه. وملحوظه، لو انت مشترك عندي في القناه ومش مفعل زر الجرس، لا فعل زر الجرس اهم حاجه، عشان خاطر يجيلك اشعار لما اجي انزل فيديو، لان حرفيا يوتيوب في ناس كتير جدا مش بيبعت لها اشعارات ان انا نزلت فيديو. فشكرا يا عم يوتيوب، شكرا على اللي انت بتعمله معايا. اهم حاجه دوس لايك الفيديو، يعني شجعني ادعمني. يعني انت دلوقتي يعني جيش النني ربع مليون واحد بيتفرج عليا، فانت دلوقتي بتتفرج عليا، لو دوست لايك مش هتدفع فلوس، مش هتغرم حاجه. دوست لايك يا باشا اهو، دوست لايك ما غرمتش حاجه، بس شجعتني ان احنا نكمل في المحتوى بتاعنا ونعمل شغل قلبان وشغل دشمله، هندشم اليوتيوب كله. فعلا يعني الفتره اللي جايه دي هيكون في تصوير جامد مع ناس يوتيوبر مشاهير، وهنعمل شغل معاهم تحديات، وهنعمل معاهم شغل دمار شامل. فكله تابع الفتره اللي جايه دي، لان في شغل عظمه هيحصل ان شاء الله. فشجعني دوس لايك، لان حرفيا الفيديو يعني بص، طب والله لا اعملها، وانا حلفت بالله ان احنا هنعملها خلال الفيديو دوت اللي هو نزل دلوقتي حالا اللي انت بتشوفه ده. انا هختار ناس من الكومنتات وهنبتدي ان احنا نقولها انا والشباب، بس بعد ما نشوف مشكله الشباب، ان حرفيا في مشكله كبيره معاه ومفهمها لكم دلوقتي. يلا يا جدعان الفيديو ده يعني انت دلوقتي اثبت حضورك تحت في الكومنتات، تعمل 10 كومنت، اعمل 20,000، اعمل كومنتات على قد ما انت تقدر بس. واهم حاجه تاكد انك انت عامل لايك، وتاني حاجه كمل الفيديو لحد الاخر، اوعى تخرج من الفيديو، لان حرفيا بيكون في حاجات مهمه جدا في نص الفيديو. عامه في الفيديو كله بيكون فيه معلومات مهمه جدا، فاهم حاجه كمل الفيديو ما تخرجش منه خالص، اهم حاجه. ثالث حاجه، لو انت مش مشترك في القناه دوس دلوقتي على علامه اشتراك، يلا عشان داخلين على نص مليون مشترك. لو انت بتتفرج عليها دلوقتي لاول مره، علامه اشتراك دلوقتي حالا، انزل دوس دلوقتي على الاشتراك وفعل زر الجرس عشان خاطر تتابع معانا اي فيديو ينزل عندنا على القناه. طبعا يا ابطال دلوقتي في مشكله كبيره جدا حاصله مع الشباب، وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، واحنا مش صغيرين على اللي بيحصل ده. يعني حرفيا يا جدعان احنا واخدين عين، يعني سوري في الكلمه بنت كلب، واخدين عين وحشه جدا. يعني انا بحس بجد ان احنا بتحصل معانا حاجات، يعني مش انا على فكره انا بتكلم من قلبي، يعني انا بتكلم كده اهو تلقائي قدام الكاميرا، ربنا يعلم انا بتكلم من قلبي. انا حرفيا انا كل مثلا بيكون معايا عربيه او معايا حاجه بتتكسر، بيحصل لها حاجه، بتتسرق، حرفيا بيحصل لنا حاجات غريبه جدا بجد. دي في عين احنا جامده واخدينها جدا، وفي ناس بتحاول، يعني ربنا يسامحهم، بس ساعات بحس ان في ناس بتعمل لنا اعمال، في ناس بتعمل لنا حاجات بتخلي في عين بتبقى جامده علينا احنا، فانا مش عارف ده ليه. فيا جدعان دلوقتي حرفيا في مشكله كبيره جدا، ويا رب يعني تعدي على خير، لان حرفيا انت غلطان. قبل ما اتكلم في اي حاجه، لا بص، طيب دلوقتي انا حرفيا اي حاجه بتحصل معانا حلوه او وحشه احنا بنطلعها على يوتيوب وبنشاركها معاكم، لانكم انتوا جزء حياتنا كلها معاكم، انتوا حرفيا انتوا اهلنا التانيين، فانتوا حياتنا كلها حرفيا، فاي حاجه احنا بنشاركها معاكم اول باول. طيب انت دلوقتي المعلم دوت جرجس كان بيحب واحده، وحرفيا هو عايز يخطبها، وده اللي احنا عرفناه دلوقتي. يعني جرجس بيطلع عندنا على القناه حرفيا، فهو كان على علاقه ببنت هو بيحبها جدا وعايز ان هو يتجوزها. فالمعلم دوت ما يعرفش انها تبع جرجس اصلا، فدخل كلمها، فهو يعني هو بيكلمها ان هو اعجب بيها، فعادي يعني بيكلمها، اكيد اي حد فينا بيحبه يعني ده مشاعر طبيعيه. فالمعلم دوت راح دخل كلمها، وطبعا استاذ جرجس اتاريه عايز ان هو يتجوزها ويخطبها، واحنا مش عارفين حاجه. فطبعا دلوقتي استاذ جرجس اي خناقه كبيره، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. المفروض دلوقتي ان هنكلم جرجس يجي عشان نحاول ان احنا نحل المشكله دي، لان حرفيا المشكله دي كبيره جدا. لو جه برطم انا هدوس. لا بص يعني انت دلوقتي قلت لك انا غلطان، نسيت فيها هدوسه حبيبي. مفيش حاجه اسمها ادوس واعمل، هو بقول لك ان انا بتجوزها وبحبها. انا ما كنتش اعرف، وقلت انا غلطان حصل، وانا جيت قلت له لا انا مش غلطان وانا البطل. ماشي يا اسطى، ماشي بس دي تزعل، تزعل افهم يا ابني. طب انا كلمتها وهي لو تعرف، ما هي عارفه من فيديوهاتنا اللي انا صاحب جرجس، وعارفه ان انا دخلت كلمتها وانا ما اعرفش يا عمي. كلمت يا حبيبي البنت دي جرجس بيحبها، تمام. بقول لك انا عايز اجوزها واخطبها، يعني هو جرجس خلاص يعتبر ان هو مكلم ناس من اهلها، ده اللي انا فهمته منه، وهو هيتجوزها. فانت يا اسطى يعني المفروض خلاص هي انا مش بشم برضه كلمنا على ظهر ايد اعرف هو بيكلمه ولا لا. انا عرفت فين وفين، انا عرفت بالصدفه. ورينا على جرجس يا جماعه،
اصل انت كده، انت دلوقتي عملت حوار والبنت بتكلمه وبتعيط، حتى لو البنت يعني سوري في الكلمه عامله يعني فيشه ما بينكم، فانت اديت فرصه للبنت ان هي يعني. انا ما اعرفش. يا جرجس باشا يا عم انت تعالى يا اسطى، انا في شيراتون يا اسطى. ايه انا في شيراتون يا اسطى، تعالى العربيه مع ديفت يا اسطى، خليه يقابلك وتعالى بالعربيه. يا اسطى انا قلت لك كده انا مش هسيب ايدك. يا عم انت ما تبقاش عبيط وهبل خلاص. انا قلت لك ويا جدعان ما حدش بيتدخل، انا مدير وانا هعرف اتصرف معاك. يا عم انت يا عم انت يا عم انت احنا مش صغيرين يا عم انت للكلام ده. سمعني بس بيقول ايه. يعني هو اللي مغير يا اسطى بتعامله يا اسطى. خلاص يا اسطى حقك عليا انا، اعتبر اخوك. وايه اللي حقك يا اسطى؟ حقك. بقول لك ايه تعالى خلاص. تعالى تعالى بص من غير شغل تليفونات خلاص يا تعالى. اسطى خلاص. يا اسطى انا قلت لك يا اسطى طب افهم بس، طب بقول لك ايه يا اسطى. يجينا انا وصيله عشان ما حدش يسال مننا. ماشي يا تعالى عم انت تعالى. خلاص يا اسطى. يا اسطى العربيه مع ديفت يا اسطى. انت فين في شيراتون يا اسطى؟ عندي انا بيت. عند بيتنا يا ابني، انا في الشارع بتاعنا اهو. بقول لك يا اسطى وخدوا كيلو معاك بقى. يا عم ما هو معايا يا اسطى، خلاص ما تعبطش خلاص. تعالى بس تعالى. خلاص يا عم انا مش تعالى. بتكلم، خلاص يا عم اسكت. تعالى. يا اسطى هدي فيديو، تعالى يا اسطى سلام. ماشي يا اسطى. يا عم انت خلاص يا عم انت. ما انت مش شايف بتكلم ازاي. خلاص يا عم. العربية جت اهي. لا انزل يا عم. لا تعالى انزل انزل نتمشى. يا اسطى، انزل يا اسطى. اوعى كده ظهرك. ارجع ايه الفيب ده؟ استنى. جاي في فيب ومروق على حالك. عايز البيت. ارجع بس خد العربيه عشان ايوه في يا عم في حوار جاي. اركب بس العربيه على بعض. ارجع ما تسمعش صوتك خالص ماشي، عشان احنا مش صغيرين. ممكن معاليك تسيب الفيب دي تتكلم معايا؟ مش عايز اشوف حاجه يا عم، انا مش عايز اشوف حاجه. امسك يا اسطى. انا مش عايز اشوف حاجه خلاص، مش عايز امسك. يا عم انا مش عايز اشوف حاجه. لا ما انا عايز اوريك عشان انت بتقول انت مش عارف ايه، واحنا مش عيال صغيره واحنا ماشي احنا اخوات يا اسطى، احنا اخوات ماشي. ماشي هو في له غريب علينا. انا في مبدأ بحبه. هو ده اللي انا مفهمه لك يا اسطى طول ما احنا يا اسطى ايه اللي بتفهمني؟ هو ده اللي انا عمال افهمك فيه يعني. بتفهمني في بص ايه يا بص اسطى؟ بص هو ده بتفهمني ان انت ده اللي انا بتفهمني. مفهمه لك ان انت هتيجي تعمل كده. ثواني، انت بتفهمني ان في واحده انت رايح تخطبها تلاقي صاحبك بيكلمها والسكرينات والحاجات اللي اتبعتت لي دي افهمها ايه؟ انا قلت لك ما كنتش اعرفها. خلاص يا عم هو بيقول لك هو ما انت كانش. كنت معرفه ان انت هتخطبها؟ كنت معرفه، ده قاعد معاه 24 ساعه يا عم ديفي. هو كان معرفك يا اسطى لا ان ما هو كانش معرفه. ما كانش معرفني، مش معرفه. ما كناش بنفضل قاعدين مع بعض، ما كناش قاعدين مع بعض في الشقه وانا بتكلم وكل حاجه قدامك. انتوا مش عارفين بالحوار ده، انتوا مش عارفين ان في حد في أنا حياتي. انا اعرف ان هو مرتبط. لا انا اعرف ان هو مرتبط. لا انا ما اعرفهاش هي، بس اعرف ان ايوه هو بس مرتبط. انا ما اعرفش بتكلم. انا ما اعرفش مين هي البنت، بس انا اعرف ان هو مرتبط. ما تعرفش ايه يا اسطى؟ انت في له كنت عارفها بجد؟ انا ما اعرفش البنت مين. هو ما يعني تعرفش مين اسمه. دلوقتي مين فيكم اللي بيكذب ومين فيكم الصادق يا جدعان؟ طيب بص خلاص يا جدعان، طيب ممكن دوست في الحوار. خلاص يا مش اسطى. هقعد عليك. خلاص يا عم انت خلاص يا اسطى، بلا دوست بلا بص. بص يا عم على بص دماغك يا عم خلاص. جرجس انا قلت لك ان هو اخوك ومفيش اي حاجه. ازاي بقى؟ ومش ده مش اي حاجه اللي مش عارف. هنناقش فيه. ينفع عشان الناس ما تطلعش على صوت. احنا هنفرج الناس علينا كده. ينفع عشان الناس ما تطلعش على صوت. هو بقى شوف هو عايز يتراجع عيب يا ليه جدعان ولا اللي معاه؟ انتوا بتعملوه هو ده. شوف عيب عايز انتوا يتراجع كبار ليه من ولا الصغيرين. عيب انتوا كبار من خلي الصغيرين. بس انت راجل كبير وراجل عاقل خلصان. يوسف هقول لك حته من انت دلوقتي واحد رايح تخطب، مش رايح تخطب، واحد معاك واحده بتحبك، يعني مش هقول لك ارتباط ولا ارتباط، مرتبطين. جيت صاحبك دخل كلمها ومش عارف ايه، وانت وصاحبك ده قاعدين مع بعض 24 ساعه وبتكلمها في التليفون جنبه، وانا عارف قلت لك كل وانا حاجه ما عنك. اعرفش اللي انت هتخصك. يعني انتوا ما تعرفوش كل حاجه عني يا جدعان؟ محدش عارف حاجه؟ انا ما اعرفش اللي البت طبعا. يبقى ايه بقى خلاص، الدنيا؟ خلاص. ازاي ما فعلا تعرفش؟ يا كده. طب هو فعلا ممكن يكون مش ما على يعرفش ظهر يا ايدي. اسطى. يا انا عم ما هو انا بقول لك خلاص، انا عارف ان انت مرتبط بس ما اعرفش مين اللي انت مرتبط بيه. قال ان في دخل كلمني. خلاص يا عم. وي طب هقول لك على وده ما حاجة. يعرفش. ما هو ما يعرفش يا يا ابني حبيب انت قلبي. يا ابني قاعد معاه 24 ساعه ما يعرفش ايه ولا يا عشان عم انت قاعد دي. بتتكلم في التليفون انا بعرف انت بتكلم مين.
لا يا عم خلاص يا عم خلاص ما تحرقوش، هو عايز يفرضها في ازاي خلاص يا اسطى؟ خلاص يا اسطى. هو بص هو راجل مفيش خلاص يا اسطى. هو ماله ده؟ بس يا اسطى خلاص بس خلاص يا جدعان ما تعبطوش يا جدعان خلاص. انا مش هحلك. انت بس يا عم انت وهو في ايه؟ هو يا جدعان ده ايه يا عم خلاص انت وهو. هينفع يعني ان انتوا بتعملوه في بعض كده؟ خلاص يا اسطى وربنا معاك. خلاص يا اسطى بس خلاص يا جدعان مش هحل. طب خلاص عندنا دي وحياة عندنا ديني دي ما هحل. والنعم عندنا دي خلاص. حقك عليا انا حقك عليا انا خلاص. مش هحل بس مش هموتك. عشان خاطر اقعد كده اهرب براحتك. خلاص بس مش هنعبط احنا مش هنعبط. هينفع يعني اللي احنا بنعمله ده؟ سيبوا انا مش هحل. حقك عليا خلاص. واحنا كده مش هنحل. انتوا في ايه يا جدعان؟ هتكبروا دي. خلاص يا جدعان. نكفر يا جدعان بقى، مش هينفع. احنا مش هنقعد نسايس فيك ونسايس فيه يا يا صاحبي الاقيه داخل بيتكلم. ما هقول لك خلاص. طيب مش هينفع، انت غلطان يا اسطى. قلت له هجيب ارطم، انا قدرت مره مش هقدر حقك عليا التاني. انا حقك عليا. اعتبر اقول لك كلمتين، انا كده عملت لها بلوك ومش عايز يا اعرفها ابني هي دي تاني. جمله عين. هتعرف ما تحلنيش. انا هعرف خلاص. بقول لك ايه يا خلاص عم؟ بس ارجع بقى. بقى يا عم في ده مش طايق وشك. عشان اللي واقفين بس. ممكن كده تركب العربيه. ركبوا يا عم العربية. بص انا خلاص يا عم خلاص. ركبوا العربية يا عم ومشيه يا عم خلاص. مشيه يا اسطى خلاص. خلاص يا عم ركبوا العربية. خده وامشي يا يا عم. عم اهدى يا عم انت التاني. خده وامشي. يا عم هاخده وامشي، اروح بيه فين؟ خلاص يا وريني اسطى. التليفون. وريني بس وريني. مفيش حاجة يا عم مفيش حاجة. مفيش حاجة بس. معاك تليفونك يا خالد؟ خلاص يا اسطى مفيش حاجة. مفيش حاجه في مفيش حاجه في وشك. اعتبرني انا يا اسطى. لا يا اسطى ما تاخدش خيانه. خلاص ما يا تاخدش عم. خيانه واسطه. خلاص اعتبرني انا خلاص لا. يا عم. يا جدعان فيها يا جدعان احنا مش اخرتها هنمسك في بعض يا اسطى. هو جاي معاك كده وانا جاي معاك. خلاص يا انا عم. نفسي فيه. يا عم الشيطان دخل ما بيننا. بص يا عم دي فين؟ انتوا مش بعد غرب اذنك على يا اسطى بعضيكوا؟ تقدير. انتوا مش لا غرب؟ ما انا مش غريب. انا قبل ما من ساعه ما فتحنا الكاميرا انا بتكلم يا جدعان عمال اقول انا اللي غلطان قدام الكاميرا. عشان اتاخد خيانه يا اسطى. حقك عليا أنا. يا عم حقك قد دماغك انا بص اهي. حقك عليا انا يا عم خلاص. معلش برضه انت غلطان يا اسطى. انا مش يا عم هو بقول لك البنت اللي كنت هتجوزها ومش هتجوزها. انت خلاص غلطان. يا عم. انا لو مكانه في الحوار ده انا هعمل اكتر من كده. يا عم دي الصراحة. في دلوقتي انا بقول لك انا البنت كنت هتجوزها وده ما كانش يعرف. انا بصراحه يا لو عم. مكانه هعمل اكتر من كده. واحنا خلاص ما تاخدش يا اسطى ماشي. فانا على غلط فما اوحش يا واتمدى في يا الغلط. اسطى والمشكله ان احنا واخدين عين ونعمل بها ربنا. فما تخليش بقى يا اسطى اي حاجه بقى ايه تخش ما بيننا تعمل حوار. انا لقيته بيرن عليا بيقول لي انا مش هحل. اتكلم معايا يا عم قبل ما اخش اتكلم مع اللي ما بيفهمش ده. مش هينفع كده في حاجه. انت غلطان. مناخيرك ما فيهاش حاجه بس انت غلطان برضه. انت في الاول وفي الاخر انت كده غلطان. يا اسطى مش هينفع. انا بقول لك انت غلطان. ديفيد بعد اذنك. يا ابني انت خد. اوعى كده اوعى يا اسطى. على ايه؟ بس يلا. بس ايه؟ على ايه؟ يلا نمشي. انا ما همشي. مش همشي هنيجي بعد اذنك يا اسطى. انا قدرتك يا اسطى واتغدر بيا. خلاص يا اسطى خلاص. انا قدرتك قلت لك واتغدر. خلاص يا فيلو. خلاص يا عم مش هنخسر بعض. يا اسطى انا عيني كانت هتروح على فكره في الشجره. بص عيني كانت هتروح والله. انتوا بتعبطوا. دخلني هنا. فرع الشجره دخلني في حاجبي. كان ممكن يخش في عيني ده. هنقعد نقضيها روح وتعالى وهنضرب في بعض. يا اسطى احنا عايزين حل. انا الخيانه اللي خدتها ضربه الخيانه ده انا مش هحل عليها.
طب بصوا يا جدعان، انا سبت لكم الحبل، شوفوا انتوا هتعملوا ايه مع بعضيكم. انا سبت لكم الحبل. يلا يا اسطى خد ده وروح يا اسطى، بلا حبل بلا بتاع. يلا يا عم بقى خلاص يا عم، انا هجيب لك ام شمس تاني. خد يا وامشي اسطى يلا هات الطاقية، روح خارج بعد اذنك بالكاميرا مع دي. هات الطاقية يا اسطى. كلمني البلد كلها. ما تبرطمش يلا، ما تبرطمش عشان ما تكسرش عظم. يا اسطى يا اسطى بعد اذنك روح امشي، خد وامشي. سمعت يا عم الحاج؟ خلصانه كده، انا خلصت معاها مش هحله. تعرف ما تحلش برطم مش هيبقوا عم انت موجودين خلصنا انت وهو، يلا بينا نمشي. خلصنا يا عم فيلو، خد وامشي يا عم انت. اللقطات بقى مش عارف يا اسطى بصراحه هعمل لكم ايه. خد وامشي. يا عم يلا هنمشي يا عم. امشي يا خالد معاهم يا انا خالد. عمال افهمه فيك وعمال اقول لك مش هينفع وايه. هات التليفون من العربية. يلا يا اسطى يلا يلا يا اسطى يلا يا عم. اخر السنه خالد قول لهم يمشي. امشي يا بيس. انا يا اسطى قلت لك عليه يا اسطى، ده انا قلت لك ما ينفعش تقفش فيه. خلصانه. انا عيني كانت هتروح، انا عيني كانت هتروح والله. بص يا خالد، بص الحته دي. ايوه والله يا ابني الفرع كان هيخش في عيني. هينفع اللي انتوا عملتوه في بعضيكوا ده؟ طيب يا اسطى بص مخليه ماشي عامل ازاي. طيب ايه اللي مخليه ماشي عامل ازاي؟ انت لو مكانها هتعمل ايه؟ انت لو مكانها هتعمل ايه؟ هي التانية انا قدامك اهي لسه بترن. خلصانه قفلت، ولا اعرفها تاني ولا هكلمها تاني ولا عايز اعرف اي حد تاني. والمعلم ده هو مش عمل كده، ده واحد يا عم ديفيد قاعد معايا 24 ساعه، قاعد جنبي كده زي ما انت قاعد. نزلنا الكافيه مع بعض، طلعنا قعدنا في البيت مع بعض. كنت ببقى قاعد بكلمها في البلكونه يا عم ديفيد، وكان بيبقى قاعد جنبي هو التاني بيتكلم على الواتساب بيعمل اي حاجه ويقول لي ما اعرفش في ايه يا عم. طب هنقعد ندب في بعضينا كده طيب ولا هنعمل ايه يا جدعان؟ عشان انا ابتديت ازهق. هم راحوا فين؟ سيبهم يمشوا يا اسطى، عشان والله انا لو مسكته انا ما هخليه ينفع بربع جنيه، فهيسيبه يمشي. والله يا ابني والله العظيم عيني كانت هتروح بجد. وانا لما والله بتكلم في عيني كانت التليفون هتروح. دلوقتي بيبرطم ويقول لي كلمني البلد كلها. اصل انا مستنيه، يعني هكلم لك حد عشان يجي يضربك مثلا او يعمل معاك حاجه. لا يا حبيبي انت و10 زيك. الساعة كام؟ الساعة 3:30. يعني هينفع؟ ايوه احنا الوقت متاخر والجو برد يا جماعه، يعني انتوا جايين في وقت غلط انتوا التانيين. اقفل يا اسطى انت كمان، انت بتصور ايه يا اسطى؟ انت التاني بتصوروا ايه يا جدعان؟ روح له يا اسطى كده، روح له. ما مشي اصلا.